الا قلت لك غادي نختبر الذكاء ديالك والتركيز ديالك في اقل من دقيقه. حسب شحال من تمريره غادي تمرر بين اعضاء الفريق اللي لابسين الابيض. تسالى التجربة. سؤالي لك هو واش بان لك شي بهلوان؟ 95% ما شافوا والو، لكن في الواقع كان بهلوان في الفيديو، كان واضح وضوح الشمس في نهار جميل. علاش معظم الناس ما كيشوفوش البهلوان؟ حيت بكل بساطة كان التركيز كل التركيز على التمريرات. هذا هو المبدأ اللي كيتستعمل في جميع الألعاب السحرية وفي جميع السرقات الذكية. نهار فهمت هذا المبدأ ضمنت استقراري، النصب أنواع وأشكال. أنا كنت من النصابة المبدئيين، جوج شروط للعمليات ديالي حتى نكون محتاج فعلا عاد ندير عملية، وندير عملية وما تكونش مؤثرة بشكل كبير على بنادم. كيف ما كيقولوا ما عندها فين تجي. شي واحد عنده 100 مليون إلا تقديت عنده 5 ديال المليون ما عندها فين غتجي. العملية غير مؤثرة. 70% من أي عملية كيكون في التحضير، و70% من التحضير كيكون في الملاحظة والمتابعة. بغيت ندير هاد العملية وبغيتها تكون آخر عملية ليا. كيف كيقولوا صياد النعامة كيلقاها. السيبل ديالي بنكة كبيرة، من بعد أشهر ديال الملاحظة والمتابعة الدقيقة غادي نرسل رسالة لمدير البنك مضمونها: بغيتك تجيب معاك للدار 300 مليون، وإلا غادي نفجر دارك وعائلتك فيها. نفس الرسالة صيفطتها للبنك اللي خدام فيه. اخبار ديال واحد بغا 300 مليون ومستعد يفجر الدار ديال مدير البنكة، تعرف في البنك وعند البوليس وكاع البنوك ديال المدينة. نتسنى 3 شهور من بعد باش ندير عملية اللي تعرفت عند البوليس بأكبر عملية سرقة ذكاء، بلا مجهود بلا قطرة الدم. غادي ندي 300 مليون. البنك في عملية تحويل أموال لشركة، غادي يصيفطو 2 ديال الوكلاء في سيارة كبيرة لتحويل الأموال. عملية كتدار بشكل اعتيادي عند كاع البنوك الكبيرة. السيارة في طريقها للشركة، التراجي في 25 دقيقة، والوكلاء غادي نطلق الراضي في أمان الله وحفظه. حتى غادي يوقفون بوليسي على موتور ديال البوليس. الموتور ديال البوليس في هاد المرحلة هو السونتروا. الوكلاء غادي يوقفوهم، البوليسي غادي يقول لهم الدار ديال المدير تفجرات. وكيل شاف وكيل وغادي ينطقو قد ما مشى حتى دار. البوليسي غادي يقول لهم راه بغينا نتاكدوا حيت شاكين تكونوا شي متفجرات حتى في هاد السيارة اللي راكم فيها. صحابنا غير سمعوا المتفجرات خرجوا بسرعة من السيارة. البوليسي جاو الدور على السيارة وطلع جلس في بلاصة الشيفور، دوز برميان وقال من لهنا دازو. الوكلاء كان خصهم واحد الدقيقة باش يستوعبوا بلي تقلبوا. غادي يتصلوا بالمدير اللي غادي يجاوبهم بصوتو: ياك لاباس؟ البوليسي قال لينا بلي دارك تفجرات ومشى بالسيارة اللي فيها الفلوس. فهاد اللحظة المدير غادي يعلم البوليس والبراجات باش يشدو البوليسي اللي شفر الفلوس، لكن البوليسي مشى 600 متر وبدل السيارة. هاد البوليسي هو سياداتي. العملية خططت ليها في أشهر ودرست كاع الاحتمالات والعملية نجحت. البوليس في الأول غادي يشكو في المدير، لكن ما غادي يلقاو حتى دليل ضده. داروا تحقيقات مع العمال ديال البنك وعائلته ووالو. قال لهم حل واحد هو حيد، هو يتسناو تخرج الفلوس ويتبعوا المسار ديالها، وانا هادي ضارب ليها حسابها.